يلا بينا نعمل ليفت ابيض وليفت احمر بطريقتين احسن من بعض، ان شاء الله هيعجبكم. بس لو عجبكم ما تنسوش اللايك. يلا بينا نشوف الوصفه. عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده هنعمل مع بعض الليفت المخلل. الحقيقه انا عملته قبل كده بس من سنه تقريبا او من سنتين مش فاكره. احنا عايزين بس نقول حاجات كده في الاول. زي ما انتم شايفين حجمه اللفتايه كبيره قوي، مش شرط تكون كبيره ولا صغيره عشان تنقي اللفته تكون كويسه. يعني بسم الله ما شاء الله، بصوا دي قد ايه. انا بقى وانا بجيب اللفت اجي امسك اللفتايه صغيره الاقيها خفيفه خفيفه، يعني من جوه فاضيه، بتبقى زي الفل كده من جوه. اما تيجي تنقي اللفت، نقي اللفت تكون تقيل. كل اللفتايه ما تبقى تقيله تبقى تعرفي ان هي من جوه بسم الله ما شاء الله حلوه ومش فاضيه من جوه. طيب هننضف اللفت دلوقتي، هنعمله بطريقتين حلوين قوي. بنتي الحقيقه الصغيره لفتت نظري الحاجه، يعني قالت لي يا ماما اشمعنى انت بتعملي اللفت على طول لونه احمر ومن بره من عند بتاع الطعميه بتجيبوها بيضه؟ قلت لها. فالحقيقه لفتت نظري ان انا اعمل اللفت يعني من عند اي حد بتاع طعميه. فعلا بنروح نجيب اللفت ده بيبقى لونه ابيض مش احمر. ساعات بنجيبه اللي هو اللون البامبا ده، وساعات بنجيبه بيبقى لونه ابيض. فالحقيقه النهارده هعمله بطريقتين. هعمله اللي هو زي اللي بنعمله في بيوتنا على طول بالبنجر، وهعمله بالطريقه اللي هي الابيض. العروق دي اللي حابب جربوها، بس حطوها في المخلل جربوها، حلوه قوي قوي قوي. انا الحقيقه مش برميها لما بتبقى حلوه وطازه كده، بس بغسلها كويس قوي. بصوا يعني اللفت ده مغسول، بس برضو ما تتكليش ان هو تبقى مقفوله كده وتروحي تحطيها في الميه. لا، بعد ما تقطعي لازم تبصي كده، لان بيبقى فيها هنا من جوه بصوا طينه اهو، طينه جوه اللفت. فانت بعد ما تقطعي اغسلي اللفت دي، يعني اغسلي العروق دي تاني بعد ما تقطعي. خلاص. بالقطاعه دي بقى هننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا ما شاء الله اللفتايه رغم ان هي كبيره، بس الحمد لله مش شايخه من جوه، كلها ميه اهي، لانها تقيله وبعدين لسه في اوله، ما يعني مش ما بيبقاش فاضي. هتقطعي بقى اللفت بالكميه اللي بالطريقه اللي انت تحبيها. التقطيع ده يعني حسب الرغبه عندك. انا الصراحه اللي هو هيبقى بالبنجر عايزاه يبقى كده، عايزاه حتت صغيره بالشكل ده. خلاص. اما اللي هو يعني الحتت كده، اما اللي هو اللي هعمله الابيض، اما اجي اقطع الابيض هوريه لكم هنقطعه ازاي. الكميه اللي هنعملها بالفلفل الاحمر والبنجر. خلاص. الكميه التانية اللي هنعملها البيضه دي اللي هي يبقى سريع ان شاء الله، لان طالما ابيض هنحط فيها خل. انا هشيل بقى اللي هي القشره الموف دي خالص، هشيل كده اقشرها خالص كده. بعد بقى ما قشرناها بالشكل ده هقطعها برده، بس المره دي مش هقطعها حتت صغيره، هستكفى ان انا هقطع كده وهجيبها بقى بالمنظر ده كده، الصوابع زي اللي بنجيبها بالظبط من عند محلات الفول والطعميه بالشكل ده كده. الليفت الابيض بالشكل ده، والليفت اللي هنعمله اللي هو لونه بيبقى بامبا ده دي بطريقه وده بطريقه تانية خالص. هنركن ده على جنب دلوقتي وهنشتغل في ده الاول. طب هنعمل فيه ايه دلوقتي؟ اول حاجه بعملها بحط عليها معلقه مليانه كبيره كده من السكر. السكر ليه؟ علشان السكر بيحافظ على قرمشه اللفت معانا. هقلب كده عشان السكر ايه يغلف كل واحده كده، على ما اجهز المحلول اللي هنحطه على اللفت. بعد ما حطينا السكر بالشكل ده كده، طيب هنحط ايه تاني؟ هحط معلقتين من الفلفل اللي هو الهريسه، الفلفل بالمطحون ده مش الهريسه، فلفل مطحون بس معلوش اي اضافات غير ملح. خلاص اهو معلقتين فلفل، وهحط عليهم كمان شويه من الكزبره. دي خلطه كده عاملاها للمخلل، كزبره على فلفل اسود على كمون اهو. خلاص كده. هنحط كمان كام ورق لورا. خلاص. هنقلب دول كلهم مع بعض كده، كل حاجه حطيناها بالشكل ده. وهنزل كمان بمعلقه واحده بس اهي، معلقه واحده مليانه من الملح ونعمل حسابه واحنا بنعمل المحلول. ليه هحط معلقه الملح دلوقتي واركنه شويه قبل ما اجهز المحلول؟ لان الملح هيساعد ان الميه اللي في اللفت تنزل، فما ياخدش مكان في البرطمانات وتبص تلاقي نص البرطمان فضي. يعني بينزل شويه من الميه اللي فيه، فلما تيجي تعبي برطمانك مظبوط، مش تعبيه فجاه تبص تلاقي البرطمان جه نصه والنص التاني كان ميه.
خلاص هنركن ده على جنب بقى كده، وهجيب شفشق الخلاط. هحط ايه بقى في شفشق الخلاط؟ هو بصراحه بسم الله ما شاء الله عايزه اوريكم البنجر حلوه قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم كمان نصيحه، يا ريت تجيبوه دلوقتي في الموسم بتاعه وبتحطوه زي ما هو صحيح في الفريزر. طلعيه بقى تعملي سلطه حلوه قوي قوي، بيساعد على اللي عنده انيميا او عنده يعني انيميا، بيعالجها تماما. يعني بتعملي منه عصير وبتعملوا منه سلطه وبتحطيه على اضافات كتير جدا. ان شاء الله هعمل لكم منه سلطه قريب جدا. بعد الفيديو ده ان شاء الله فيديو المخلل هنزل لكم سلطه البنجر، علشان حلوه جدا جدا للاطفال والكبار وكله. طبعا عشان هو في الموسم بتاعه ما شاء الله، بصوا مش شايخ واحمر من جوه قوي، فبلاش نحط واحده كامله. فاللي هحطه دلوقتي انا هحط نص بنجرايه بس. عندي دلوقتي ميه مغليه غلياها من امبارح بالليل وسايباها لما تبرد تماما. حتى لو عندي فلتر انا الحقيقه ما بعملش الا بالميه المغليه، مش ميه مفرطره بس. خلاص هاخد منها بس شويه كده على البنجرايه، معلهاش ملح ولا اي حاجه، وهروح اضرب البنجرايه بتاعتي دي في الخلاط. ليه بقى بتعمليها في الخلاط؟ يعني لما تقطعيها كده وتحطيها وهي هتنزل لون كده، بيبقى من اول ما ببتدي احط الميه على اللفت بتاعي ميته بتبقى لونها حمرا خالص، ما بستناش لما تخلط وبتخلل بسرعه. اللفت اصلا ما بيقعدش فتره طويله قبل ما بتخلل، يعني اللي هنسيبه مش هنحط عليه خل اسبوع بالكتير وبتاكلي منه. الابيض ده عم ينحط عليه خل، اللي هو اللفت الابيض اللي متقطع ده، ده هحط عليه خل فهتاكليه بعد 3 ايام على طول، لكن التاني اسبوع بالظبط. هروح افرم دول واجيلكم. ضربت بقى البنجرايه، بصوا ما شاء الله زي ما قلت لكم عشان في الموسم بتاعه. بصوا ما شاء الله ده بيبقى حلو كمان قوي مع عصير الفراوله والحاجات دي. هاتوه نصيحه وخزنوه في الفريزر. هركن ده على جنب، ما عليهوش ملح ولا اي حاجه، هركنه على جنب دلوقتي. طبعا انا قمت اتحركت وشفت حاجات محطوطه على النار وكده. عايزه اوريكم بس معلقه الملح. بصوا ما حطيت معلقه الملح وسبتها. بصوا ده بيخلي اللفتايه يعني تاخد وضعها، ما تبقاش هايشه ومليانه ميه فتعرفي تعبي في البرطمانات. خلاص احنا عاملين حسابنا، يعني تقريبا معلقه الملح اللي احنا حطيناها مليانه ملح خشن، هنعتبر ان هي اتحطت على كوبايه ميه، يعني تقريبا دي كوبايه ميه. هننزل بيها بالمنظر ده كده اهو. هقلب الخليط بتاعي كويس قوي. الفلفل الاحمر بقى بصوا اكنه اتخلل، يعني اسبوع بجد وهتاكلي منه احلى بجد لفت حلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البرطمان عندك مغسول ومتنشف وزي الفل. هنعبي بقى الكميه بتاعتنا دي كلها. فضينا اللفت بتاعنا كله، فاضل بقى شويه الميه بالسكر بالملح اللي احنا حطيناه. هنضيف بقى كده الميه بتاعتنا كده اللي فاضله دي كلها، ما نضيعش منها اي حاجه. ما شاء الله البرطمان يا دوبك بالظبط. وفي نفس الطبق اللي احنا عاملين فيه هحط شويه ميه من الميه المغليه، شويه مش كتير يعني اهو. طيب هنظبط الملح شويه على قد البرطمان، يعني عايزه اوريكم بس انت بصي الاول شوفي السوائل اللي في البرطمان، يعني انا عايزه كمان شويه قد اللي موجودين دول. طب هنحط ملح ازاي؟ انا الحقيقه دايما متعوده اعمل المخلل بتاعي عامه زي ما قلت لكم. انا متعوده ان انا اعمل الملح دايما بالبيض، بس بما ان بقى البيض غالي وممكن يكون البيوت ما فيهاش بيض اصلا دلوقتي، فاللي عايزه بقى تعملي الملح مظبوط تجيبي الكوبايه المج العادي اللي موجود في اي بيت. كل مج بياخد معلقه مليانه من كده اهو. كل مج هتحط عليه معلقه ملح. خلاص فانا هقول دول 4 مجات، حطينا 2 3 ادي 4. نصيحه يا جماعه بجد بجد، عايزه بس ادوب الاول الملح كويس قوي وانا بقلبه كده. عايزه اقول لكم نصيحه بجد، ما تكسلوش عن عمايل الحاجات دي في البيت. احنا في زمن كل حاجه غاليه، وبامانه ربنا ما انتوش عارفين اصلا المعامل بتعمل المخلل ازاي. ده انت شوط مخلل ولا اي حاجه، ولا بتوضبي شوط خضار ولا حاجه، ممكن وانت قاعده كده على الترابيزه بدل ما تضيعي وقت ماسكه على التليفون او بتتكلمي مع حد في التليفون، اعملي حاجات لبيتك ولولادك. ما تكسليش عنها، لانك انت مش ضامنه المعامل بتعمل ايه في المخلل. الواحد مش عايز يقول ايه اللي الواحد عارفه، علشان خاطر مش عايزه اضايق حد، او حد ممكن يعني ايه يقول لك انا كنت باكل مخلل من بره ولا الكلام ده. هي ارزاق في الاول وفي الاخر، بس نصيحه اعملي بجد حاجتك في بيتك. هدوب الملح كويس قوي.
دوبت الملح كده يعني في شويه بسيطه. طيب عندك بيض بقى، يعني حطينا البيض اهو، عايزين برضو يعني حطينا قصدي الملح، وعايزين نتاكد. وانت عندك بيض كده كده في البيت. بصي في طبعا الميه عشان قليله هميل لكم الطبق كده عشان يبان عملي. بتجيبي بيضه طبعا تغسليها كويس قوي وبتحطيها في الميه بالمنظر ده. بصي طول ما البيضه عايمه على الوش كده الملح مظبوط. لو حطيت البيضه نزلت تحت في القاع او في النص الملح بتاعك مش مظبوط. في اي مخلل، الموضوع ده في اي مخلل مش في اللفت بس. خلاص هشيل بقى البيضه بتاعتي كده على جنب، وهجيب بقى اللفت بتاعي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى بشويه الميه اللي دوبناهم دول بس كده. خلاص حط ميه بقى كده على قد عليها كلها بالشكل ده، وهقفل الغطا بتاعي كويس قوي. وبكده بقى اللفت بتاعي ده خلاص كده خلص. تعالوا بقى لللفت الابيض نشوف هنعمل فيه ايه. تعالوا بقى نعمل اللفت الابيض ده كمان. هننزل برضو عليه بس ده نص الكميه، فهنزل بنص معلقه سكر، وهنزل بمعلقه ملح برضو اهو، عشان بس اعرف اعبيه في البرطمانات ما يهش في البرطمانات على الفاضي. معلقه واحده كده خلاص. وهقلب كويس قوي كده، هسيبه شويه يعني كده ايه، الم بس الحاجه اللي على الترابيزه كده واجيب البرطمانات، يعني اخش لي زي شويه كده يقوم الملح ايه يخليه ينزل ميته شويه. خلاص سبته بقى شويه ولميت الدنيا كده. عايزه اقول لكم بصوا اكنه مغسول. عايزه اقول لكم ان هو بص بينزل كميه ميه. بصوا الميه اللي نزلت منه دي والله ما حاطه ولا بق ميه عليها، ده مكان ما حطينا معلقه الملح والسكر، فكده احلى يعني. هنحط بقى العروق اللي قلت لكم عليها، بس انا كنت الحقيقه بغسلها، دي احطها مع الابيض هنا، ما رضيتش احطها مع الاحمر علشان هي هتبقى باينه هنا اكتر من اللي لونه يعني بيبقى احمر وكده اللفت الاحمر. خلاص هقلبه بقى كويس كده. خلاص هحط على ده ايه بقى، هحط على ده معايا كده ايه بصوا فصين توم، ورقتين 3 لورا، وشويه كزبره ناشفه، يعني حبيتين 3 كده في قلبهم بالمنظر ده. وهنزل عليهم دول كلهم تقريبا بمعلقه، يعني مش معلقتين، ربع فنجان خل اهو، تقريبا ربع فنجان خل. خلاص ده اللي بيتاكل بعد 3 ايام على طول، لان الخل بيسرع التخليل بتاعه بسرعه قوي. انا حبيته ان انا بصراحه ما اجيبهوش احطه في عبوات كبيره، هعبيه في عبوات صغيره كده احسن، يعني علشان ايه احط برطمان هنستعمله شويه بشويه. اما اللي هو كبير شويه ده بعد ما بيخلص البرطمانات دي بعبي من الكبير ده، يعني بعد ما بيخلص البرطمانات دي واخلص اللفت الابيض بعبي بقى من البرطمان ده في برطمان صغير عشان ما اقعدش اخد منه كل شويه. خلاص كده هعبي بقى البرطمانات بتاعتي بالشكل ده. عبينا بقى اللفت بتاعنا الجميل كمان اهو في البرطمانات. خلاص كده وحطينا عليه بقى كل حاجه، يعني قسمنا التوم هنا وهنا، مش هحط هنا توم وهنا لا. هنظبط الملح بتاعنا بقى زي ما قلنا بالظبط، مش هعيد الكلام تاني عشان ما اضيعش وقتكم على الفاضي. هظبط الملح بتاعه بقى. خلاص زودنا الملح بتاعنا بقى، وهنعبي على البرطمانات بتاعتنا الحلوه دي اهو. بسم الله. وهنا كمان عبوا بقى البرطمانات للاخر عشان مش عايزينه يبقى فيه اي هوا. خلاص هعمل بقى فتة كده، ويا رب طريقتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك لو عجبكم اللفت بتاعنا. شكرا ليكم، سلام عليكم.